اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في مصر وبره مصر. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدا فيديو النهارده. هنعمل اكله حلوه كده وبسيطه. هنعمل لها معانا لحمه هنعلقها في الحله طبعا زي ما انتم شايفين، وهنعمل عليها احلى ملوخيه خضراء. طبعا لازم نحط لها، هي كانت هتغلي من بدري، يعني من حوالي، هتغلي يعني من فترة كده، فاحنا هنظبطها ملح وفلفل وبصل وهنحط لها فصين توم، وزي ما انتم شايفين كده بصل فصين توم وملح وفلفل. ونحط لها طماطميتين حلوين كده مقطعينهم قطع صغيرة وهنحطهم. طبعا وبعد كده هنسيبها هي تغلي لها كام غلوة، وبعد كده نعمل عليها الملوخية. البصلة دي يا جماعة اللي انا عاملاها، هي اللي مش عاملاها شرايح، هي والطماطم دي انا هعملها اللحمة. طبعا هحطها في اللحمة في صينية اللحمة عشان نحمرها. دي ملوخية الخضراء، رطفناها وغسلناها كويس وصفناها وهنخرطها بالمخرطة زي ما انتم شايفين. هنعمل احلى ملوخية خضراء النهاردة. احنا بنعمل بامية كتير. حبايبي اللي بيقولوا لي انت بتطبخي بامية كتير، طبعا ده موسم البامية والملوخية يا جماعة، فلازم الناس تعمل بامية وملوخية. وبعدين الملوخية والبامية حلوة خالص. طبعا هي بتيجي من لها مواسم. احنا طبعا بنعمل، هنخلط الملوخية ونرجع لكم. خلطنا الملوخية وحطيناها في الحلة وهنحط عليها الشوربة. انا خلطتها زي ما انتم شفتوا بالمخرطة. انا جربت حكاية الخلاط يا جماعة، ضربتها في مرة في الخلاط ما كانتش حلوة زي طبعا زي المخرطة. فانا افضل ان اللي يعمل ملوخية خضراء يخلطها بالمخرطة، بتبقى حلوة وبتحسي لها طعم تاني خالص كده. فاحسن طريقة لعميل الملوخية الخضراء المخرطة. المخرطة هي احسن طريقة لعميل الملوخية الخضراء، لانها بتبقى حلوة وعاطية طعم حلو خالص كده. تفرق خالص عن ملوخية الخلاط. انا ما عنديش كبة جمهها، ما ينفع، في ناس بتضربها في الكبة. انا طبعا عشان ما عنديش كبة طبعا، ودربتها مرة في الخلاط فما عجبتنيش. فانا رحت بخرطها على طول بالمخرطة، بتبقى حلوة خالص بالمخرطة. فاللي انا افضل ان اللي يعمل ملوخية خضراء يخرطها بالمخرطة يا جماعة، احسن حاجة احسن حل. وبتبقى حلوة خالص بخرطة بالمخرطة زي ما انتم شايفين. طبعا هنديها كمية الشوربة وبعد كده لحد ما تتظبط، هنقلبها كده ببعضيها. خلاص هي كده. طبعا اول ما تنزل عليها الشوربة هتتفكك لوحديها، ما تستناش حاجة يعني زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا جيتها عايزة تاني شوربة فهحط لها، هنحطها على النار تاخد لها غلوتين، لانها ملوخية خضراء. الملوخية الخضراء لازم تاخد غلوتين على النار، غير الناشفة خالص. الناشفة ما نغليهاش على النار، بتحط الشوربة وتشكليها كده بالملوخية وخلاص. طبعا دي السمنة اللي هنعمل بها الرز. نحط الرز، طبعا كمية الرز ونقلبها كده لحد ما تصفر الرز يصفر. انا ما بفضلش ان انا اعمل الشعرية في الاول وبعدين الرز، انا بحب اعمل حمر نص الرز كده في الحلة، وبعد كده نحط عليها الشعرية تحمر، وبعد كده نزيدها باقي كمية الرز ونقلبهم كده شوية لما يتشوحوا مع بعض. وبعد كده نزيدهم بالمية بالشوربة زي ما انت عايزين. طبعا انا هحط لهم عشان الشوربة قليلة معايا، عملت منها الملوخية. انا هحط نص كمية الشوربة يعني هعمل نص الرز كمية شوربة ونص تاني مية. كملوا مية عشان ما يبقاش تقيل. طبعا شوربة اللحمة بتبقى دسمة وتقيلة، فانا بفضل ان انا اعمل الرز يعني كتر المية عن الشوربة، يعني احط كام معلقة شوربة. بعد كده اكملها رز زي ما انتم شايفين كده. الرز اهو راح يصفر، فانا هحط الشعرية عليه وهديه تقليبة حلوة. ودي الملوخية خلاص غلت اهي وفكت من بعضيها. طبعا هندي الريمة دي هنشيلها خالص مش هنخليها. زي ما انتم شايفين كده الريمة دي هنشيلها خالص من الحلة. لازم اي ريمة تبقى على الحلة لازم تشيليها، ريمة اللحمة
اي ريمة وش كده، اي وش على الحلة لازم تشيليه. طبعا دي الوش قبل ما نطش الطشة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الملوخية حلوة وفكة وحلوة، تبقى حلوة خالص وهي مع ضربينها بالمخرطة، حلوة ولذيذة ويعني تحسها تفرق كتير عن ملوخية الخلاط. انا جربت مرة واحدة بس الملوخية في الخلاط، بعد كده ما جربتش تاني الصراحة يعني. طبعا خلاص الرز هيصفر اهو، هنزيده بالشعرية. اللحمة خلاص استوت، هنطلعها في الصينية، نحط لها حتة السمنة مع البصلة مع الطماطم، نحطها على الفرن، نديها تشويحة حلوة على الفرن. خلاص استوت اهي، طابت واتهرت. هنحطها طبعا في صينية ونحطها على الفرن. تبقى حلوة وتفرق كتير لما تحطها على الفرن، طبعا تتحمر، هتفرق كتير عن الطاسة، عن لما تحمريها على البوتاجاز. تحسيها واخدة طعم وريحة تاني حلوة كده خالص. والله جربوها هتعجبكم خالص. لما تحطي لحمة، تحطي بط، فراخ على الفرن، بيفرق كتير عن عن البوتاجاز، عن حميره على البوتاجاز. انا بفضل اي لحمة طيور اي حاجة، بفضل ان انا احطها على الفرن. بتدي الفرن بيديها تحميرة حلوة ويديها طعم حلو، تلقيها ليها طعم وريحة حلوة خالص. تفرق كتير عن حمرك على البوتاجاز طبعا. والله ان جربتوها هتعجبكم الطريقة اللي انا بقولكوا عليها. حمير اللحمة بشوية شرايح البصل اللي انتوا شفتوهم والطماطم. معلش انا كنت مستعجلة فما صورتلكوش وانا بحط البصل والطماطم والسمنة مع اللحمة. لكن انا هترجعوا في الفيديوهات اللي ورا تلقوني انا عملتها الطريقة دي كذا مرة. هنحط الطشة زي ما انتم شايفين يا جماعة. طبعا في شهقة ملوخية بتحصل في الساعة دي. في ناس بتعمل الشهقة دي بس كلام فاضي، حكاية الشهقة الملوخية دي. خلاص كده طشينا للملوخية خلاص. يبقى الملوخية جهزت معانا. والرز خلاص، واللحمة هنحطها في الصينية ونديها على الفرن. كده خلاص الأكل بتاعنا كده خلص. هنعمل رز، وعملنا رز وعملنا ملوخية، وهنحمر اللحمة على النار. هي أكلة واحدة كفاية، يعني نوع واحد كفاية، ما نكترش في الأنواع زي ما انتم شايفينها. أنا هزيد الرز كمية بسيطة شوربة، وبعد كده أكملها لأن الشوربة قليلة في الحلة. هنحط كمية قليلة على الرز، وبعد كده هنزيد الرز باقي كميته مية، وهنظبطه ملح ونغطيه يستوي. والله يا جماعة انا والله بصور بايد وبعمل بايد التانية زي ما انتم شايفين. حتى ضوء ضرر النور عامل وانا ماسكة التليفون بايدي. والله يا جماعة ما يعني ارجو منكم الشير واللايك واشتراك في القناة، عشان انا بتعب والله خالص في التصوير وفي العميل زي ما انتم شايفين، في العميل الاكل والتصوير وانا واقفة على البوتاجاز في عز الحر. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. شير ولايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد مني. ربنا يخليكم ويديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. احلى والله احلى متابعين في الدنيا. انا والله قناتي هتكبر بيكم ومعاكم. لو لكم يعني قناتي مش هتكبر. فانا بحبكم في الله. احلى متابعين، ربنا يخليكم ليا يا رب. كده احنا زدنا الرز زي ما شفت. اللحمة خلاص هنحطها في الصينية، استوت اهي خلاص. طبعا اللحمة دي لحمة مفتولة. زي ما انتم شايفين كده احنا وديناها الفرن، حمرناها على الفرن اهي. البصلة والطماطم حطينا لها معلقة سمن. ودي الملوخية خلاص استوت، والرز استوى، كل حاجة استوت.
وبالهنا والشفا لكل اللي كل اللي هياكل. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني، عشان قناتي تكبر بيكم ومعاكم. يا رب يخليكوا ليا ويديمكوا نعمة في حياتي يا رب العالمين. حطوا اللايك يا جماعة، اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني. واكتبوا لي في كل الكومنتات اللي وصل لحد هنا ما يطلعش غير ما يحط اللايك واكتب لي كومنت حلو. الفيديو بتاعنا كده خلص، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.